رمضان قرب، كلنا في رمضان بنستنى البرامج الدينيه وبنتابعها لانها تعتبر حاجه اساسيه في الشهر الكريم. طب هنستنى برنامج سما المصري؟ مش يمكن تبقى زي نماذج كتير اعتزلت الفن واصبحوا مقدمين برامج والناس حبتهم وتقبلتهم، فقررنا ننزل نشوف الناس هتتابع برنامج سما المصري في رمضان ولا لا، مع احترامنا لجميع الاطراف. تستني البرامج الدينيه في رمضان؟ اكيد طبعا. طبعا. لما مش بكون فاضي في رمضان. طبعا بستناه. يعني شويه. مصطفى حسني متابعاه دايما. تابع البرامج الدينيه في رمضان؟ كنت بسمع عن الشيخ شعراوي الله يرحمه، يعني ده يرحمه. اكيد طبعا بصراحه لا ان شاء الله. ممكن تستني برنامج سما المصري؟ سما المصري دينية جدا الصراحة. طبعا لا. بجد والله؟ طب كويس، الواحد يتوب على ايديها وبتاع. هي مالهاش علاقه بالدين والكلام ده خالص. لا. ليه؟ الواحد لما بيبقى عامل ذنب بيبقى بيفطر كام واحد صايم، فهي ممكن تفطر مصر كلها. دي واحدة ما تعملش برنامج ديني اصلا. ممكن تستني برنامج سما المصري مثلا؟ لا لا دي مستحيل اتفرج عليها. سما المصري انسانه كويسه ومحترمه مش اي حاجه. وهي هتعمل حاجه كوميدي انا هستناها زي كل مره. هي هتعمل حاجه دينيه؟ حاجه دينيه لا ما اعتقدش. معروفه دينيا واخلاقيا. دي مش دينية اصلا خالص. مش شايفه انها ممكن تكون على نفس القدر من المسؤوليه انها تبقى زي الفنانات اللي اعتزلت واصبحوا مقدمين مشهورين؟ مش هتجيبي لي واحدة كانت رقاصة تعتزل تبقى ما تتعدش من الممثلين نهائي. سما المصري فنانة استعراضية. اشك في كده، مش لونها. اللي اعتزلوا كانوا فنانين محترمين اساسا. مستحيل وربنا ما ينفع. اظن التاريخ